دكاترة سنة تالتة إعدادي الجامدين، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر مينا عماد، والنهارده أول هوم ورك نبدأ نحله سوا. طب ايه الهوم ورك اللي هنحله سوا؟ بارت نمبر 1 من ليسون 1 في يونت 1 فيرست ترم. الكالكوليتور الجميلة بتاعتك، ورقة وقلم، والهوم ورك ده ببقى حاطط لك كمان البي دي اف بتاعه تحت الفيديو لو انت مش معاك الملزمة. ويلا بينا يا دكتور. تعال نبدأ كلامنا. بيقول لك ايه؟ if car A takes a smaller time than car B. تعالى بس نبدأ بكلمة ان هي بتاخد وقت اقل. هو يعني ايه الميزه ان هي تاخد وقت اقل؟ بص يا حبيبي، ان هي تاخد وقت اقل يعني انا بوصل بسرعه. ما اجي اقول لك ايه، انت دلوقتي ما خدتش وقت عشان تروح، ده معنى كده ان انت ماشي بايه؟ بسرعه. فبيقول لك هنا ايه؟ كار ايه بتاخد وقت اقل من كار بي، يبقى عشان يمشي نفس الديستنس. therefore مين اسرع من مين؟ هي سهله الاجابه، بس بيني وبينك انا مش عايز اجاوبها كده بسرعه، انا عايز اتلكك اروح اشرح حاجه. مش يا واد انت عارف ان القانون بيقول ان السبيد ايكوال ديستانس على التايم؟ ايوه، السبيد بيساوي ديستانس على التايم. تعال افكرك بحاجه في الشرح قلناها. على نفس السطر بنقول كلمه اسمها دايركت، وتحت السطر كلمه اسمها انفرس. فانا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، الديستانس خرجت بره الموضوع. فبيقول لك ايه؟ كار ايه تاخد وقت قليل. اللي ياخد وقت قليل يبقى السرعه بتاعته مالها كبيره، لان العلاقه ما بين السبيد والتايم انفرس. على فكره سهل قوي ان اقول لك ايه وبي، بس انا عايز افهمك ليه. فيبقى اذا هنا كار ايه اخذت وقت اقل من كار بي عشان يمشي نفس يبقى كار ايه اسرع من مين؟ من كار بي. شوف اللي بعده، بيقول لك تو فاكتورز بتعرفني الحركه بتاعه الجسم. ازاي اعرف ان الجسم ده اتحرك؟ حاجتين اعرف بيهم ان الجسم ده بيتحرك. الموفمنت بتتقاس ازاي؟ عشان اقول ان الجسم ده اتحرك فبشوف ان يكون عمل ديستنس ويكون كمان معايا تايم. يبقى هنا اعرف ازاي ان في موفمنت عن طريق الديستنس والتايم. كار موف 80 متر في 4 سكند. 80 متر 4 سكند. احنا بنحل ازاي اي مساله؟ 3 كلمات ما مش هنشيلهم ابدا من دماغنا. 3 كلمات بحل بيهم اي بروبلم. اول حاجه بطلع جيفن، تاني حاجه بظبط يونت، تالت حاجه بحدد رول. فكبدايه انا كده معايا 80 متر. مين الميجرنج يونت بتاعته كلمه متر؟ دي كلمه ديستانس. مين الميجرنج يونت بتاعته كلمه سكند؟ ده التايم. يبقى حضرتك معاك ديستانس ومعاك مين؟ تايم. يبقى انا كده طلعت جيفن وبصيت هل الميجرنج يونت سليمه. تعال افكرك، انا عارف ان الكيلو متر بيحب الاور، وعارف ان الميتر بيحب السكند. هنا متر وهنا سكند. ايه ده؟ دي كل حاجه متظبطه. اما احنا لسه في البدايه بنسخن. فتعال نجرب كده. 80 متر 4 سكند يبقى السبيد بيساوي، بص يا حبيبي، السبيد بيساوي ديستانس على التايم. الديستانس معاك 80 والتايم معاك 4، يبقى اذا 80 ديفايدد 4 فهتديني كام؟ تديني 20. والميجرنج يونت اوعى تنساها متر بير سكند. ايه ده؟ طب وليه مش كيلومتر بير اور؟ لازم تبقى متر بير سكند لان الديستانس بتاعتك متر والتايم بتاعك سكند. شكرا ليك. خش على بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه في نمبر 4؟ بيقول لك ترين موف فروم كايرو تو بنها ديستانس 45 كيلومتر في 1.5 اور. تعال نشتغل مع بعض. 45 كيلومتر يبقى ده هنا كلمة ديستانس. طيب 1.5 اور يبقى ده هنا بيتكلم على تايم. عايز افريج سبيد يا مستر. هو الافريج سبيد تختلف عن كلمه سبيد؟ طبعا، بس ما دام انت ما عندكش، هو يعني افريج سبيد توتال ديستانس توتال تايم. انا ما حلتش غير ديستانس واحده وتايم واحد، فتعامل معامله السبيد العاديه. معايا 45 كيلومتر ومعايا 1.5 اور. اشتغل ازاي؟ طلعت الجيفن، عرفت مين الديستانس ومين التايم. تاني حاجه بصيت على الميجرنج يونت لقيت ده كيلومتر وده بالاور، يبقى اذا الدنيا مظبوطه. ناقصك تعمل ايه؟ تجيب السبيد. السبيد بتقول لك تاخد الديستانس تعملها ديفايدد باي التايم. ديستانس 45 والتايم 1.5 يبقى 45 اوفر 1.5. وهنا انت الميجرنج يونت بتاعتك كيلومتر بير اور. ايه الكالكوليتور الجميله بتاعتك، وما تعتمدش على ذكائك ولو لثانيه، وتروح عامل 45 ديفايدد باي 1.5. عارف انك برنس في ذاتك وعارف ان هي بتساوي 30. طب ما تيجي نشتغل 30 واسكت؟ لا يا نهار ابيض، كيلومتر بير اور. طب ليه كيلومتر بير اور مع انك يا مستر فوق حليتها متر بير سكند؟ مين بيحدد الميجرنج يونت بتاعتي؟ ميجرنج يونت بتتحدد على اساس ده كيلومتر وده ايه؟ اور. يبقى اذا خلصت من ديت. السبيد اوف كار كان بي measured directly by using ايه؟ هو انا ازاي اعرف سرعه العربيه بتاعتي وانا ماشي بالعربيه؟ بعرف ازاي السرعه الدايركت؟ ابص كده، ببص ايه على العداد؟ في عداد في العربيه بيعرفني السرعه. العداد ده اسمه سبيدو
متر. السبيدوميتر ده الجهاز المستخدم عشان يعرفني سرعة العربية دايركت. حاجة تانية speed is a physical quantity which used to. بص السؤال ده ليه أكتر من expression وتقدر تكتب فيه أكتر من كلمة، المهم أكتب إيه؟ بيقول لك إن السبيد هي physical quantity بتستخدم علشان ممكن أعمل كلمة اسمها describe، ممكن كلمة تانية اسمها compare، ودول كلمتين حلوين قوي describe وcompare الموفمنت بتاعت الاوبجكت. يعني ايه اصلا السؤال ده؟ بيقول لك انت بتعرف ازاي تقارن يعني السبيد دي بتستفيد بيها ايه؟ والله لما اجي اقول لك ان فلان اسرع من فلان انا كاني عملت ايه؟ كومباريزون، وكانك عملت كمان ديسكريبشن، انت شرحت لي مين اسرع من مين بكلمتين. لما اقول لك ده سرعته 30 كيلومتر وده سرعته 20 كيلومتر انا قدرت هنا بير اور طبعا قدرت اعمل كومبير وكمان قدرت اعمل لك ديسكريبشن. تعال نشوف مين اللي بعده. concept of motion is linked to change of an object position. انا ازاي اعرف ان الجسم اتحرك؟ لما بيغير مكانه. لما يكون الجسم ده واقف دلوقتي جنب شاشة وبعد شوية واقف جنب باب، فهنا حصل عملية الموشن. الموشن مرتبطة بالتشينج بيحصل في البوزيشن according to the location of another object. the motion in a. طب خد بالك كده، احنا المنهج بتاعنا بيتكلم على انهي نوع من الموشن؟ بنتكلم على السمبلست تايب اوف موشن اللي هو ايه؟ اللي هو الموشن in one direction in a straight line. فهنا بيقول لك concept of motion in a straight line. طيب في انهي دايركشن؟ لا احنا المنهج بتاعنا بسيط فبيتكلم على الموشن ان وان دايركشن، ما عندناش اكتر من كده. ذا باث اوف موفينج. طب وانت ماشي في ستريت لاين ممكن تمشي ازاي؟ انت دلوقتي تعال نبص كده، انت كبني ادم بتمشي ازاي؟ تقول لي يعني ايه كبني ادم بمشي ازاي؟ مش انت بتمشي فورورد؟ طب هتفضل طول حياتك فورورد؟ لا اكيد بعد شويه هترجع لورا، فممكن امشي فورورد ممكن امشي باكورد، صح كده؟ طيب وانت كمان هتفضل ماشي في ستريت لاين ولا ممكن كمان تاخد سنه يمين وتاخد سنه شمال؟ فاحنا الحركه بتاع جسمنا بسيطه قوي، يا اما حضرتك فاحنا اتفقنا ان الموشن ان ا ستريت لاين وان دايركشن ده السمبلست تايب اوف موشن. طب وانت ماشي بقى ممكن تمشي ازاي؟ هتمشي ستريت، انا معاك يا باشا، ده انا اتمنى والله تبقى حياتك كلها تمشي فيها ستريت، بس هل معقوله بتفضل تماشي طول الوقت ستريت؟ يعني لو لقيت اي اوبستكل قدامك ما بتنط، ما انت هتمشي اكيد سنه يمين هتمشي سنه شمال. فانا بقدر اقول لحضرتك ان الموشن بتاعتك بتاخد 3 اشكال، يا اما ماشي ستريت يا اما ماشي كيرفد، بس برضه مش هقعد طول اليوم ماشي كيرفد، فانا بمشي 3 مشيات، ساعات بمشي ستريت ساعات بمشي كيرف وساعات اقدر اقول ان بيبقى combination of both of them. يبقى نقول تاني كده simplest type of motion هي الموشن in one direction in straight line. طب وانت ماشي بتمشي ازاي؟ ممكن امشي straight ممكن امشي curved وممكن امشي combination of both of them. يبقى الباث بتاعك الطريق بتاعك maybe straight وممكن كمان يكون curved وكمان ممكن يكون combination of both of them. A car moves at speed 180 km per hour. عايزها تبقى بالمتر بير سكند. مين كبير؟ كيلومتر بير اور. مين صغير؟ متر بير سكند. تعال نكتبها على جنب ورقتك الجميله، كيلومتر بير اور رايح للمتر بير سكند، ومن المتر بير سكند رايح للكيلومتر بير اور. ليها طرق كتير في الشرح زي ما اتفقت معاك في فيديو الشرح، بس انا بحب دي. هعمل هنا ملتبلاي 5 اوفر 18 وانا راجع بعمل ديفايدد 5 اوفر 18. كالكوليتور الجميله بتاعتك وتروح جاي كده وتروح كاتب لي 180 بسرعه جميله، تعمل كده 180 وتروح عاملها ملتبلاي باي 5 وتنزل تحت وتكتب كلمة 18، هيروح على طول بيوديها لحضرتك 50. طيب 50 ايه؟ متر بير سكند هو مديها لك، يبقى شكرا ليك. نشوف مين اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك result of multiplying. السؤال ده حلو قوي. بيقول لك result of multiplying the speed of a moving object by the time. يعني ايه الكلام ده؟ القانون بتاعي 3 اشكال. يعني ايه 3 اشكال يا مستر؟ مش هو قانون واحد؟ بص يا حبيبي، انت عندك القانون بيقول السبيد بيساوي ديستانس على التايم. تعال نفنطه. يعني السبيد بتساوي ديستانس فوق تايم تحت، يعني السبيد ملتبلاي التايم بيساوي الديستانس، يعني التايم بيساوي ديستانس على السبيد. دي 3 اشكال على حسب انت عايز مين. عايز السبيد يبقى ديستانس على التايم، عايز الديستانس يبقى السبيد ملتبلاي التايم، عايز التايم يبقى ديستانس على السبيد. فهنا بيقول لك انت هتعمل ملتبلاي للسبيد في التايم. السبيد
تضربها في التايم، يبقى انت بتجيب مين يا دكتور؟ يبقى بجيب الديستانس. شكرا، انت ولد هنا ممتاز. نمبر 11 speed measurement unit R. السبيد يا فندم يا اما كيلومتر بير اور يا اما متر بير سكند. مستر كتبت دي مكان دي ما يفرقش. طيب لا استنى بس، لا تكون فاهم ان انا بقول هبدل اكتب كيلومتر بير اور هنا او متر بير سكند هنا او متر بير سكند هنا او كيلومتر بير اور هنا، لكن ما بدليش كيلومتر مع متر ولا اور مع سكند، هم يحبوا بعض، كيلومتر بير اور متر بير سكند، ده حاجه وده حاجه. طيب كار كفر 80 متر لسه حلينا من شويه، فدي تديني 20 متر بير سكند زي ما حلينا بسرعه. ترين which travel distance 360 كيلومتر. تعالى نطلع جيفن ده كده الديستانس بتاعت حضرتك ماشيه بسبيد 120 كيلومتر بير اور. ده كده مين؟ سبيد. حلو قوي. تاخد قد ايه وقت عشان تمشي المسافه ديت؟ هو انا بحل المسائل ازاي؟ افتكر، بطلع جيفن، بظبط يونت، بحدد رول، فانا كده طلعت جيفن يعني الديستانس بتاعتي 360 كيلومتر. طيب السبيد بتاعتي 120 كيلومتر بير اور. طيب انا كده معايا ديستانس وكده معايا سبيد، ناقص اجيب مين؟ ناقص اجيب التايم. التايم يجي ازاي؟ بعمل الديستانس ديفايدد السبيد. الديستانس معاك بكام؟ 360 والتايم والسبيد 120 على الكالكوليتور الجميله تروح مدياني كام؟ 3 و3 ايه؟ اور. خد بالك بقى التريكات البسيطه، بس احنا لسه في اول هومورك، ان يجيب لك هنا نيدز مش عارف ايه مينيت، نيدز مش عارف ايه سكند، بس انت برنس واخد بالك هو كاتب لك اور فهتكتبها 3 اور، ما عندناش مشكله. نشوف مين ايه اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه؟ قال لك the object which cover distance 72 كيلومتر. حلو، انا كده معايا distance. قال لك يبقى وفي ان اور، خد بالك كلمه ان اور دي يعني ده التايم بتاعها، تمام كده؟ اتس سبيد ايكوال. يا راجل ده راجل بيهرج يا جدع. يا مستر بيهرج ايه ده؟ احنا هنروح في داهيه. انت كنت فاكر انت هتكتب 72 كيلومتر بير اور والنبي اوعى تكون كنت هتعمل كده، هنروح في داهيه سوا. ليه يا حبيبي؟ هو مش عبيط، هو جايب لك حاجه شكلها سهل عشان تكتب انت حاجه غلط. 72 كيلومتر ان ان اور، فانت هتروح برنس في نفسك كاتب لي 72 كيلومتر بير اور، هو قايل لك متر بير سكند، يبقى رحنا في داهيه. طب اعمل ايه؟ هروح الاول محول ال 72 كيلومتر بير اور لمتر بير سكند، كيلومتر بير اور تروح للمتر بير سكند، هعمل multiply by 5 over 18. 72 multiply 5 over 18 ايه ده؟ هتديني كام؟ هتديني 20 متر بير سكند. على الكالكوليتر على طول اشتغل واحده واحده. When car moves with uniform speed equal 30 متر بير سكند. الراجل ده ماشي بسرعه ثابته 30 متر بير سكند. معلش اكتب كده على نفسك مع جنبك كده، ده يا مستر السبيد. This means that ان الكار يمشي كام متر after 1 second. الراجل ماشي بسرعه ثابته، بيعمل ايه؟ بيمشي 30 متر في الثانيه، يبقى اول ثانيه هيمشي قد ايه؟ 30 متر. طيب اند كام متر بعد 4 ثواني؟ خد بالك بقى انت هنا معاك سبيد وهنا معاك مين؟ تايم. هو بيسأل على مين؟ على المتر، يعني عايز ايه؟ عايز الديستانس. الديستانس بتساوي السبيد في التايم. طيب السبيد بتاعتك 30 والتايم 4، يبقى 30 تايم 4 ايكوال 120 متر. يا مستر ده مستر انت صعب قوي دي، طب ما انا احلها بدماغي. انت برنس وتحلها بدماغك طبعا وسهله وتطلع معاك صح. ازاي يا مستر؟ ما هو بيمشي 30 متر في الثانيه و30 متر في ثانيه و30 متر في ثانيه و30 متر في ثانيه، 30 و30 60 و30 و30 60 و60 و60 120. انت برنس في نفسك. طب لو عملتها كده في الامتحان ده كومبليت، ما بنحاسبكش على الخطوات، فالاجابه بتاعتك 120 مين؟ متر. انت زي القمر. شوف مين اللي بعد. اللي بعده بيقول لحضرتك when an object position change When an object position changes as time passes according to position of another object, we can say that the first object is in a state of, while the first object remains at the same position says that it is in a not state. السؤال ده mental شوية، بالراحة اقرا كده، تعال نترجمه الأول. بيقول لك when an object position changes، الراجل ده البوزيشن بتاعه بيحصل له change as time passes، مع الوقت في change في البوزيشن according to position of another object. We can say that in the first object is in a state of motion. طبعا ليه motion؟ ما هو بيقول لحضرتك ان الراجل ده بيغير، او قال لك change للبوزيشن as time passes. خلاص يبقى الراجل ده كده ايه؟ بيغير مكانه. While if the first object remain at the same position،
خلاص الراجل ده ثابت في مكانه، مفيش تشينج في البوزيشن. يبقى في انهي ستيت؟ يبقى هيكون في ستاتيك ستيت. فتعال ندردش بالراحه بالراحه بالراحه. هو انجلش يقول لك ايه؟ لو الراجل ده بيغير مكانه مقارنه بواحد تاني يبقى الراجل ده بيعمل ايه؟ ده ستيت اوف موشن. طب لو الراجل ده ما بيغيرش مكانه يبقى الراجل ده كده ايه؟ ثابت. خلص، بسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه. put right or wrong. distance covered by a moving object equal speed multiply time. لو انا عايز اقول لحضرتك الديستانس بتساوي ايه؟ انا مش هكمل قرايه، اروح افتكر القوانين الاول. السبيد بتساوي ديستانس على التايم، او الديستانس بتساوي السبيد ملتبلاي التايم، او التايم بيساوي الديستانس على السبيد. هو بيقول لك الديستانس بتيجي عن طريق اني بعمل السبيد ملتبلاي التايم، الديستانس تيجي عن طريق السبيد ملتبلاي التايم. يبقى انت برنس. شفت سهله ازاي؟ measuring unit of speed meter per hour kilometer per second. غلط. ليه يا مستر؟ ما عادي. لا يا حبيبي مش عادي، اسمها كيلومتر بير اور، اسمها متر بير سكند. طيب كار 1 بياخد وقت اقل من كار 2، يبقى كار 1 اسرع طبعا. اللي الوقت عنده اقل السرعه عنده اعلى، يبقى الاجابه صح. Number 4 the motion of an object means that the change of position as time passes. الموشن معناها ان الشخص بيعمل تشينج في البوزيشن؟ طبعا صح. ليه طبعا صح؟ معنى يا حبيبي ان انا بغير البوزيشن في كده، انا مكانك بيتغير، يبقى انت in a state of motion. صح جدا. if car 1 take a shorter time دي متكرره فانت زي القمر، الاجابه هتكون صح. number 6 بيقول لحضرتك ايه؟ when train cover بص، هو الاسئله دي متكرره وجميله قوي. when train cover shorter distance بياخد مسافه اقل، تمام؟ than car at same time. استنى بس، الاثنين دلوقتي ماشيين بس القطر بيمشي مسافه اقل من العربيه. therefore train faster. ده يعني كلام من الساينس، بديهي بقى، شغل مخنا. when train covers shorter distance القطر هيمشي مسافه اقل من العربيه، معنى كده ان العربيه هي اللي اسرع. يبقى معنى كده ان train faster؟ لا طبعا، دي معناها بدل train تخليها car، او بدل faster خليها slower. distance covered by a moving object equal speed multiplied time. هل الديستنس بتساوي السبيد multiplied time؟ لسه حلنا من شويه والاجابه صح. number 8 speedometer in car used to identify the direction. لا طبعا. خد بالك ان في اسئله بتبقى سهله قوي وتوقعك. لا طبعا، السبيدوميتر من اسمه بيعرفني السبيد، فهنا الاجابه هتكون غلط، وبدل كلمه direction تكون كلمه السبيد. car moves at regular speed equal 20 meter per second. This means that the car covers 60 meter in the third second. طيب هو في الثانية الأولى مشى 20، في الثانية الثانية هيمشي 20، في الثانية الثالثة هيمشي 20، يبقى الديستانس بتاعت 60، فالإجابة صح. تشوف السؤال اللي بعده. scientific mean term. سهل قوي وبسيط لأن احنا ما خدناش حاجات كتير. خد بالك اليونت دي جميلة جدا وتعريفاتها شبه بعض ومش هتلخبطك لأن هي سهلة قوي. بيقول لك تشينج في اللوكيشن، يعني تشينج في البوزيشن، يبقى الراجل ده كده يعتبر ايه؟ حصل له موشن. شكرا، انت زي القمر. موشن. انسترومنت ما عندناش غيرها، ما اتكلمناش عليها، واحنا اتكلمنا على انسترومنت جهاز هستخدمه يعرفني بسرعه العربيه، فهيكون اسمه سبيدو ميتر. سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. distance that a moving object cover with a unit of time. يقول لك الديستانس اللي تمشيها في unit of time، او الديستانس through unit of time، او rate of a change of distance. كل ده نفس التعريف بتاع مين؟ السبيد. خد بالك كمان ان في تعريف للسبيد اللي هو physical quantity used to describe or measure او compare. result multiplying السبيد of a body by the time. طب ده الراجل جايب لك سبيد وجايب لك تايم، هيكون مين اللي باقي؟ اكيد كلمه distance. مستر يعني هل دي طريقه الاجابه؟ في طريقه شرح طبعا. حبيب قلبي انت دلوقتي السبيد بتساوي ديستانس على التايم. طيب السبيد مش بتساوي ديستانس على التايم؟ طب لو عملت السبيد ملتبلاي التايم هيديني مين؟ هيديني ديستانس. يبقى اذا انا بتكلم على ديستانس. measuring unit of speed اللي انت عايز تقوله قول، عايز تقول كيلومتر بير اور ماشي، عايز تقول متر بير سكند برضو ماشي. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك a moving object cover equal distance at equal period of time. معنى ان الاوبجكت ماشي نفس الديستانس نفس التايم، دي اخر كلمه كانت اتقالت اللي هي regular speed، شخص ماشي بسرعه ثابته. السؤال اللي بعده. we say that the object move with irregular speed. هقول لك حاجه، بما اننا ده اول هوم ورك نحله مع بعض، لو انت من الطلبه بتاعتي اوريدي فالمعلومه دي مش جديده عليك، لو احنا لسه بنتعرف على بعض فخد بالك المعلومه دي حلوه قوي وهتعجب عينيك. ايه الكلمه اللي هتتقال؟ هقول لحضرتك ان اكتر من 95%
من الجيف ريزون ما هو إلا define مباشر. بس 3/4 الجيف ريزون اللي بتقابله مثلا عندي مشكله في الجيف ريزون حبيبي، الجيف ريزون 3/4 تعريفات. فلو انت عندك مشكله في الجيف ريزون انت عندك مشكله في التعريفات. خدها مني واشتري وتعال نجرب. We say that ان الاوبجكت move with irregular speed. عارف حضرتك هتعمل ايه؟ هتكتب الديفاين بتاع irregular speed. ايه هو؟ ان because the car cover unequal distance at equal time او because the car cover equal distance at unequal time. يبقى اذا انت كتبت التعريف فانا مش هكتبه، اديني سمعته لك. car provided with a speedometer. ليه العربيه يكون فيها جهاز عداد اسمه السبيدوميتر؟ ما انا هعرف ماشي ازاي على سرعه كام؟ فهكتب كده دي بقى to describe the speed of car directly عشان اقدر اعرف السرعه بتاعه العربيه مباشره. الاوبجكت سبيد انكريز. بص بقى دي حته عسليه. السبيد انكريز حصل ديكريز للتايم، فلان زاد ففلان قل. ركز معايا في الكلمتين دول، فلان زاد فلان زاد فلان قل فلان قل، دي اسمها دايركت. فلان زاد اللي جنبه قل دي اسمها انفرس، فلان قل ده زاد دي اسمها انفرس. ايه الكلام الصعب ده؟ لا انت برنس وفهمتني. ازاي يعني؟ لو قلت لك زودت سبيد، انا زودت السرعه بتاعتي، يا ترى الوقت يحصل له ايه؟ مستر ما انت لو مشيت بسرعه هتوصل بدري، يعني انت استخدمت وقت قليل. جدع، يبقى السرعه زادت فقدامها الوقت قل. بما ان حاجه بتزيد حاجه بتقل، العلاقه دي اسمها انفرس. طب لو انا مشيت بسرعه بيبقى اذا همشي مسافه كبيره، يبقى السرعه والمسافه هما الاثنين بيزيدوا مع بعض، يبقى دي اسمها ايه؟ دايركت. زادوا مع بعض قلوا مع بعض اسمها دايركت. واحده زادت الثانيه قلت، او دي قلت الثانيه زادت، يبقى دي اسمها انفرس. فهنا يا حبيبي يقول لك فلان زاد فلان قل، حاجه زادت حاجه قلت، فاقول له كده because they are inversely proportional with each other. بس كده، ده انت برنس قوي. طب ليها طريقه بعد الكلمه دي ممكن ازود حاجه، ممكن تزود كلمتين عشان خاطري، السبيد والتايم. فانت هتعمل كده تقول له كده السبيد العلامه الجميله دي 1 over التايم. تعال اما اقول لك، عارف العلامه دي معناها ايه؟ العلامه دي مش معناها دايركت، والعلامه دي مش معناها انفرس. العلامه دي بس معناها ريليشن. لكن لما حضرتك تشوف 1 فوق والتايم تحت فدي اسمها انفرس. لو مفيش 1 ومكتوبين على نفس السطر فيبقى اسمها دايركت، وده الفرق البسيط. طيب السؤال اللي بعده، السبيد اوف ا موفينج اوبجكت انكريز فكمان الديستانس انكريز. استنى، ده زاد وده زاد، بما انهم بيزيدوا مع بعض هتقول لي ايه؟ because they are ركز directly. ايه ده؟ ليه directly؟ لان هم بيزيدوا مع بعض، فاذا السبيد هتبقى دايركت مع الديستانس. ايه ده؟ مستر انت عملت نفس العلامه، ما انا اتفقت معاك العلامه دي مش معناها لا دايركت ولا انفرس، دي ريليشن بس نفس السطر، يبقى دي اسمها كلمه ايه؟ دايركت. طيب شوف السؤال اللي بعده نمبر 6. motion of train can be considered as motion in one direction. ده مش هكتبه بس اقوله لك عشان ده في شويه شرح حلوين قوي. ليه القطر يتقال عليه ان هو motion in one direction؟ ما هو القطر بالعقل عمرك شفته ماشي في two direction؟ لا. فلان القطر يا اما because the train only move يا اما forward يا اما backward. ما شفناش قبل كده قطر بيعمل حركتين عكس بعض في نفس الاتجاه. هو بيوصل من اول حلوان رايح لحد المرج، وبعد ما يخلص يرجع والله من المرج لحد حلوان. فهو بيمشي يا اما فورورد يا اما باكورد، ما عندوش اتجاهين في نفس الوقت. السؤال اللي بعده البروبلمز، وركز معايا، جميله قوي وحلوه جدا ما فيهاش اي مشكله. بيقول لحضرتك ايه في البروبلمز؟ runner cover 450 meter in 45 second. عايز السبيد. هل حدد لك نوع معين من الميجرنج يونت؟ لا. فانت حل زي ما انت عايز، بس انا معلش هطول عليك عشان دي طريقه الاجابه. لازم اطلع جيفن. هو انا هاخد درجات على الجيفن؟ لا، بس ده بينظم لك التفكير في دماغك. فهتقول لي distance equal 450 متر. 450 متر، وبعدين التايم بتاع حضرتك بيساوي كام؟
45 سكند. يبقى انا كده معايا ديستانس ومعايا مين؟ تايم. اروح اجيب السبيد بتساوي ديستانس على التايم. دي اول نص درجه حضرتك خدتها، كتبت القانون، وبعدين بعوض الديستانس 450 على 45، دي تاني نص درجه. طيب بعد ما بكتب ده على ده على الكالكوليتور، ده ديفايدد ده ممتاز، ادالك 10، دي كمان نص درجه. بعدين بصيت بعينك الجميله لقيت ده متر ولقيت ده سكند، فكتبت متر بير سكند، يبقى دي كمان ايه؟ نص درجه. اتمنى تبقى عارف احنا بنصحح لك ازاي كل حاجه ليها درجه. الجيف معلوش درجه؟ معلوش درجه، بس عشان خاطر اكتبه خليها في ستايلك في الشرح والحل. ليه؟ بتبقى عارف الداتا بتاعتك. سيبك من المسائل البسيطه دي، احنا لسه هنحله، هيبقى فيه افكار تانية. فنشوف ايه اللي بعده. شوف اللي بعده بيقول لحضرتك ايه؟ train travel from Cairo to Alexandria distance 250 km in 2 hours. عايز السبيد. ده راجل رايق جدا، مفيش اي مشكله. الجيفن بتاعك 250 كيلومتر ده ديستانس، ال 2 اور ده تايم. اروح اشتغل سبيد ايكوال ديستانس اوفر التايم، يعني 250 اوفر 2 ايكوال، طبعا ما اكتبش اور هنا، 250 اوفر 2 125 كيلومتر بير اور. سهله، مفيهاش اي مشكله. الجزء الاولاني خالص جميل قوي قوي قوي، والهوم ورك بتاع ليسون 1 دمه خفيف، مسائله مفيهاش اي خالص مشاكل، فبالراحه جدا. train start move at 7 o'clock. المساله دي حلوه قوي. ليه بقى؟ محتاجك تقراها كويس. هو بيقول لك انا مشيت الساعه 7، القطر اتحرك الساعه 7. and then what is the time of arrival؟ يا ترى هيوصل الساعه كام؟ تمام؟ at speed 100 كيلومتر بالأور، يعني ده كده مين؟ ده السبيد. طيب and distance كام؟ 500 كيلومتر، ده كده دي مين؟ distance. حلو قوي. يبقى انا هنا معايا ده ومعايا ده. طب ما تيجي نفتكر القوانين. المثلث بتاعنا اهو speed distance time. احنا عايزين مين؟ عايزين نجيب التايم. التايم بيساوي distance على السبيد. distance كام يا مستر؟ 500. والتايم بتاعك كام يا مستر؟ 100. فتديني هنا كام بقى؟ بص كده بمنتهى الشياكه، 500 اوفر 100 تديني 5 ايه؟ اور. تمام؟ تمام. ايه ده خلصنا؟ رحنا في داهيه؟ ايوه. لبسنا؟ ايوه. ليه يا مستر؟ ما احنا حليناها. هو ده بقى لعب الانجليش. بيقول لحضرتك ايه؟ الترين اتحرك الساعه 7، هيوصل الساعه كام؟ هو ما قالكش هياخد وقت قد ايه، هو عايزك توصل الساعه كام. فبالراحه كده، انت القطر اتحرك الساعه كام؟ 7. هتاخد كام ساعه؟ 5. هتوصل الساعه كام؟ 12. بس كده. هو كان عايز منك الكلمه دي، تخيل. بس هو مش عايز منك غير دي. فساعات الطلبه الجميله المتسرعه ويكونوا شطار جدا على فكره، بيلاقوا المساله سهله بتخلص منهم في نص سطر. فهي بعد ما تخلص دي 5 اور ممتاز، طبعا خدت عليها جزء من الدرجه، بس انت لازم تعمل كمان ديت، لان هو بيقول لك هتوصل الساعه كام، ما قالكش هتاخد وقت قد ايه. بالراحه كده نكمل. bus cover distance of 120 km at speed 90 km. then it cover 105 km at 70 km. عايز يعرف التايم اللي هيحتاجه في الرحله كلها. فهو مديك ان هو مشي بسرعه فلانيه للمسافه الفلانيه، ومشي بالسرعه الفلانيه المسافه الفلانيه، فياخد وقت قد ايه في الرحله كلها. فتعالى نقسم شغلنا نصين. انا معايا هنا 120 كيلو، ده ديستانس وده سبيد، وده ديستانس وده مين؟ سبيد. فهجيب التايم الاولاني واجيب التايم الثاني واعمل لهم هما الاثنين بلس. يعني اعملها ازاي؟ وده انا هجيب هنا التايم بيجي ازاي؟ ديستانس على السبيد. ديستانس كام؟ 120. طيب والسبيد 90. حلو جدا. يبقى انا كده عارف معايا ايه. يبقى انا هنا ال 120 اوفر ال 90. نشتغل فين اللي بعده؟ هيطلع لك هنا تايم والميجرنج يونت بتاعته اور. خلصنا؟ لا لسه. همسك التايم الثاني بيساوي ديستانس على السبيد 105 اوفر ال 70 ايكوال. هيطلع لي هنا تايم بالاور. طب انا خلصت؟ لا برضو. انت جبت التايم الاولاني هيطلع معاك حاجه، وتجيب التايم الثاني يطلع معاك حاجه، وتعمل الاثنين تايم بلس، وتبقى خلصت مسالتك وولد شاطر زي القمر. شوف اللي بعده. car moving at uniform speed 80 km per hour. عايزها بالمتر بير سكند. اشتغل معايا يا واد يا شاطر. ايوه يا مستر، يعني اعمل ايه؟ هو مديها لك 80 كيلومتر بير اور، عايزها متر بير سكند. يعني بايدك الجميله تقول لي يا مستر ال 80 هعملها ملتبلاي 5 اوفر 18، واللي هيطلع هيبقى متر بير سكند. شكرا شكرا. بس طب يا مستر طلعت لي بالديسيمل، اكتب كام ديسيمل؟ 1 أو 2؟
طب اكتبها فراكشن تبقى صح ولا غلط؟ صح. طب ما الفراكشن طلع معايا كتير شكله غريب، ما تقلقش. طب الديسيمال طلع معايا اول مره اشوفه بتخض، عادي جدا ما تقلقش، مفيش اي مشكله. سيبك بقى من جو اولى اعدادي وثانيه اعدادي والمسائل اللي كانت بتطلع سليمه ديت و7 و8 و12. هنا هيطلع معاك في تفيت، هيطلع معاك 1.22 و3.5 و17 و18 وبوينت مش عارف كام، سيبك من الكلام، وتلاقي فراكشن غريب وتلاقي الفراكشن اسهل من الديسيمال. احنا مش شغالين بالكلام ده، انت اشتغل خطواتك. 80 multiply 5 over 18 اللي يطلع اكتبه. طيب one of the fox attack a deer at rest if the average speed of fox is 120 km per hour. يبقى ده مين ده؟ ده السبيد. عايز الديستنس مره بالكيلومتر ومره بالمتر. لما يكون الكلام ده هياخد وقت قد ايه؟ 10 سكند. يبقى انا هنا معايا سبيد ومعايا مين؟ ومعايا تايم. بس تعال اقول لك ان في مصيبه، انت واد شاطر ولمحتها. ايه هي؟ تعالى كده ننظف ده ونركز، عشان دي مسألة فيها حتة كده صغنطوطة على طرف المعلقة توقعك. بيقول لك ايه؟ 120 كيلو متر في الساعة والتايم 10 ثواني. هنا في اختلاف في الميجرنج يونت، عشان كده اتفقنا مع بعض بطلع جيفن بظبط يونت واحدد رول. فنروح الاول، طب يا مستر اخلي ال10 ثواني يبقوا ساعة ولا اخلي ال 120 كيلومتر بير اور هي اللي تبقى متر بير سكند؟ انا عندي مبدأ لذيذ في الاثنين صح. المبدأ بيقول انك تجرب، بس يعني تسريعا للتجربة دايما خلي الكبير خليه صغير، لكن ما تخليش الصغير يبقى كبير. لما تمسك ال 10 دي وتعمل لها ديفايدد 3600 هتروح في حته بعيده قوي. لكن انا لو خدت دلوقتي 120 واروح اعملها ملتبلاي باي 5 اوفر 18 هتروح مدياني، بص رقم هتقول لي بس اتخضيت ولا اي حاجه، ده هتعمله ملتبلاي 5 اوفر 18 هيديني 3.333 متر بير سكند. تقول لي ايه ده؟ هو ينفع الارقام دي؟ حبيبي ولا تشغل بالك، انت بتشتغل بقوانينك. طيب وهنا انت معاك هنا مين؟ معاك هنا التايم. يبقى انا معايا تايم ومعايا مين؟ ومعايا سبيد. طيب تعالى بقى نشتغل نروح نجيب مين؟ نجيب الديستانس. طيب الديستانس بتيجي ازاي؟ ما تيجي نفتكر. سبيد بتساوي ديستانس على التايم، يبقى الديستانس بتساوي السبيد ملتبلاي التايم. يبقى همسك السبيد اعملها ملتبلاي مين؟ التايم. السبيد 3.333. مستر انا كنت بكتب وزودت 3 من عندي عادي. مستر انا كنت بكتب قللت 3 من عندي عادي. طيب هعمل ملتبلاي كام؟ التايم اللي هو كام؟ 10. حلو قوي. عملت ده تايم 10 كانك حركت الديسيمال واحده كده، فاصبحت 3.33 والميجرنج يونت بتاعتك متر. ايه ده؟ هو الكلام ده حقيقي؟ يا حبيبي انت شغال طب واشمعنى يا مستر متر؟ يا واد مش انت التايم معاك بالسكند والسبيد بتاعتك متر بير سكند، فانت ما عملتش حاجه، جبت ال 33.333 وعملتها تايم 10. بس ده بالايه؟ بالمتر. هو قال لك انا عايزها مره بالكيلومتر ومره بالمتر. مستر بس قال لي عايز الكيلومتر الاول، ما تشغلش بالك كله صح. طيب الديستانس بالكيلومتر تيجي ازاي؟ بحول ازاي من المتر للكيلومتر؟ هتعمل 3.33 divided 1000 تطلع معاك 0.333 كيلومتر. وخلصنا من الكلام الجميل ده، مفيهوش اي مشكله، هو بيقعد يلعب معاك بالكلام ده. طيب بص كده عليها بصه حلوه ونرجع تاني. المساله دي حلوه قوي، دي مساله هتتحل حته الجبرا كده، هفهمك ازاي. استنى بقى نعمل كده عشان دي عايزه حته، دي الجبرا مش اكتر. ازاي يعني الجبرا؟ يقول لك البادي موف ويز ريجولار سبيد متر بير سكند. خلاص هو قال لك السبيد يا باشا اللي انا شغال بيها متر بير سكند. اوكي. قال لك الماثيماتيكال ريليشن الدي بتساوي 6 تي. عارف في الماس لما يجي يقول لك الاكس بتساوي 4 واي، عارف الحاجات دي؟ احنا برضو نفس الكلام. قال لك الديستانس بتساوي 6 تي. فايند السبيد. بس ايه ده؟ بس ايه ده؟ فين يا مستر الميجرنج يونت؟ طب فين الميجرنج يونت متر بير سكند؟ طب فين الجيفن؟ دي فيها كل حاجه. ازاي يا مستر فيها كل حاجه؟ تعال نشتغل. وعايز مين يا حبيبي؟ عايز السبيد. السبيد بتساوي مين؟ ديستانس يا مستر على التايم. طب استنى، انت معاك مين؟ هو عايز السبيد، انت معاك التايم؟ لا. طب احلها ازاي يا مستر؟ ده في اي مساله بيدونا حاجتين فنجيب الثالثه. انا ما ادريش حاجه. لا اداك. بص كده، شايف الدي مديها لك ازاي يعني؟ تعال نشتغل. هشيل الدي واحط 6 تي، يبقى اذا 6 تي اوفر تي واحده. بتوع المساله قلنا ايه؟
شيل التي مع التي يتبقى لك ايه 6. طب اكتب 6 ايه؟ شو قال لك السبيد اللي انت هتطلعها بالمتر بير سكند يبقى طلعت معاك 6 متر بير سكند. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بس كده؟ بس كده. انت مديك السبيد ديستانس على التايم، الدي بتساوي 6 تي، شلنا الدي حطينا 6 تي، خلصت. شلنا التي مع التي، ايه الدلع ده؟ هو الدلع ده. طيب انت كده عرفت السبيد بتاعتك كام؟ اهي ب 6 متر بير سكند. راح مزود ده قال لك طب بقول لك ايه، عايز التايم اللي يمشي بيه ديستانس اهي 360 متر. يبقى اذا انا دلوقتي معايا ايه بقى؟ عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب التايم. طب ما هو القانون بيقول لي ايه يا حبيبي؟ بيقول لك ان السبيد بتساوي ديستانس على التايم، يبقى التايم بيساوي ديستانس على السبيد. ديستانس على السبيد. طب الديستانس كام؟ 360 اوفر كام؟ اوفر 6. واللي يطلع معاك هيطلع الاجابه بالايه؟ بالسكند. ليه بالسكند؟ لان ده بالمتر وده بالمتر بير سكند. يبقى الميجرنج يونت بتاعت التايم هتبقى سكند. اعمل 360 اوفر ال 6 وانت زي القمر، انا واثق انك حلتها. شوف مين ايه اللي بعده. السؤال اللي بعده حلو قوي. يقول لك ايه؟ اف احمد ماشي بسرعه 1.5 متر بير سكند لمده 30 ثانيه، وعلي ماشي بسرعه 2 متر بير سكند لمده 15 ثانيه، وبعدين غير سرعته خلاها 1 متر بير سكند فور 15 سكند. مين فيهم يعتبر عنده افريج سبيد؟ مين فيهم اسرع؟ مين متوسط سرعته اكتر؟ طيب نمبر 10 هروح لها اخلص منها في سطر، ودي اقعد احلها معاك تحت. نمبر 10 بيقول لك calculate the average speed of a car that move in a circular path. في عربيه ماشيه في circular path، ماشيه في دايره. خلاص كده ماشيه في مين؟ في دايره. واللي ماشيه في دايره دي اللينس بتاع الدايره الواحده 300 وعملت 10 لفات فاخدت 3 دقايق. فتعال نشتغل دلوقتي يا بابا. اللفه ب 300، انت لفيت كام لفه؟ 10. يبقى اذا مشيت قد ايه؟ 10 واحده. خلاص يبقى انت مشيت قد ايه؟ مشيت 3000 متر. ايه ده جت منين؟ ما هو اللفه ب 300 متر، انت مشيت 10 لفات، يبقى مشيت قد ايه ديستانس؟ 3000 متر. طيب يبقى ده كده مين؟ ديستانس، ده توتال ديستانس. ها، والتايم بتاعك 3 مينت، ما بشتغلش بالمينت، يعني 180 سكند. يبقى انا كده عرفت الديستانس وعملت مين؟ التايم. هات مين؟ السبيد تيجي ازاي؟ ديستانس اوفر التايم 3000 اوفر 180، واللي هيطلع هيبقى بالمتر بير سكند. خلاص كده خلصت منها. بصيت، نقلت، كتبت، حليت. انت ولد شاطر. تعالى بقى نبص على اللي فوقيها مع بعض. اللي فوقيها دي جميله قوي بس هتتقسم، عشان كده بقول لك خليتها ايه بعد شويه. قال لك ايه؟ هعمل كده، احمد هنا خلاص وعلي هنا. احمد ماشي السبيد بتاعته 1.5 متر بير سكند، والكلام ده فضل يعمله لمده 30 ثانيه. طيب علي لا، علي مشي مره بسبيد 2 متر بير سكند. ايه ده كان اسرع. بس معلش مشي الحاجه دي لمده 15 ثانيه بس، خد بالك ما هو الوقت يلعب دور. تمام. طيب وبعدين مشي مسافه تاني، مشي مسافه بسرعه تانيه 1 متر بير سكند. واضح انه قلل سرعته، والكلام ده فضل برضه لمده قد ايه؟ 15 ثانيه. فبيقول لك مين اسرع؟ بص يا حبيبي، الراجل ده سبيد وتايم، انت مش محتاج تجيب ديستانس، بس انا عارف ان ايدك بتاكلك. ليه؟ معايا سبيد وتايم يا مستر، ممكن اجيب ديستانس. طب هجيبها ليه؟ مش عارف. 30 تايم 1.5 ايكوال 45 متر. طيب حبيبي استفدنا بيها حاجه؟ لا. خلاص انا السبيد بتاعت احمد اهي 1.5 متر بير سكند. انا بقى عايز اعرف متوسط سرعه مين؟ علي. لو متوسط سرعه علي طلع اكتر يبقى علي اسرع. لو بعد ما جبنا متوسط طلع احمد يبقى احمد. طب نحلها ازاي؟ بالراحه كده. انت علي معاك سبيد وتايم صح؟ روح هات مين؟ ديستانس. طب اجيب الديستانس ازاي؟ ما هو انت مثلثك الجميل ما يطلعش بره عينك. سبيد بيساوي ديستانس على التايم. ديستانس يعني سبيد ملتبلاي التايم. السبيد 2 والتايم 15 تديني 30 متر. انا كده جبت مين يا دكتور؟ الديستانس. طب استفدت ايه؟ هتستنى هنا سبيد وتايم، عايز اجيب مين؟ ديستانس. يبقى 1 تايم 15 تديني كام؟ 15 ايه؟ متر. يا مستر احنا عايزين نجيب السبيد. انت كده عرفت ان التوتال ديستانس بتاعه كام؟ 15. بعمل كل ده ليه؟ هقول لك استنى بس لحظه كده. ما انت عايز تجيب افريج سبيد. قانون الافريج سبيد ايه؟ توتال ديستانس على توتال التايم. الواد ده طلع ماشي مسافتين، مره 30 ومره 15. عرفت ليه جبت دي وجبت دي؟ خلي بالك طويل. ومره قد ايه تايم وقد ايه تايم؟ مره مشي بيها 15 ثانيه ومره ثانيه 15 ثانيه. يعني الواد ده مشي 45 متر في 30 ثانيه.
عارف يعني سرعته كانت كام؟ كانت 1.5 متر بير سكند. ايه ده زيه زي احمد. يا حبيبي هما الاتنين طلعوا ماشيين بنفس السرعه، الافريج سبيد بتاعهم واحد، مع ان احمد فضل محافظ على سرعه 1.5 وعلي مره مشي باثنين ومره مشي بواحد. بس اقول لك حاجه، مش ده مره مشي كده ومره مشي كده، بس الافريج بتاعه زي بعض. هو يعني ايه افريج؟ افريج بحب اشرح دي في الاخر عشان اللي جاي مهم قوي هيعتمد عليها. افريج يعني متوسط سرعتك. لما اجي اقول لك انت ماشي من هنا لاسكندريه كنت ماشي بسرعه كام؟ مفيش اجابه نموذجيه للسؤال ده. ازاي يعني؟ هتقول يا مستر انا كنت ماشي في حدود. عارف ليه؟ لان انت مشيت في الاول بسرعه معينه، بعد شويه قللتها، بعد شويه طلعت على طريق واسع وكانت الدنيا مفتوحه فطلعت بسرعه جامده، بعد كده وقفنا في كارته، بعد كده وقفنا في بنزينه، بعد كده مشينا بسرعه، بعد كده هدينا. فالموضوع كل شويه بيختلف. فلما اجي اقول لك انت مشيت بسرعه كام، هتروح انت سرحان لحظه تقول لي بص انا اتحركت من البيت الساعه 7 وصلت الساعه 10 والمسافه كانت حوالي 300 كيلو، فانا غالبا مشيت بسرعه 100 كيلو متر في الساعه. عارف السرعه اللي انت قلتها لي 100 كيلو متر في الساعه دي غالبا انت ما مشيتش بيها طول الوقت. هو الاكيد انك ما مشيتش بيها لمده 3 ساعات، بس كمان ما كانش في وقت كتير ماشي بيها بسرعه 100. انت غالبا كنت معدي ال 100 بكتير وغالبا كنت اقل من ال 100 بشويه، بس لما جبنا الافريج طلعت 100. فالولد ده كان محافظ على سرعته 1.5 متر بير سكند لمده 30 ثانيه فمشي 45 متر. لكن الراجل ده مشي مره بسرعه 2 مره بسرعه 1، فالافريج بتاعه طلع قده. فيا دكاتره ثالثه اعدادي يا جامدين، كده احنا خلصنا بارت نمبر 1 من الهوم ورك بتاع ليسون 1، واشوفكم المره الجايه على خير. سلام يا دكاتره.